كفاية الأربع أسباب دول عشان أقول قولة حق أن من أعلى السنة على الكتاب فقد أتى باطلا، كما ذهب علماء الباطل كذبوا وزادوا. الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك هي أن السنة النبوية ليست معصومة من الوضع والتحريف، بخلاف القول السائد عند أغلبية العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قصر المشككين في السنة النبوية وما سيق من أحاديث على لسان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. أنا واحد من المشككين في صحة الحديث ودرجة الوعي به. الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك هي أن السنة النبوية ليست معصومة من الوضع والتحريف، بخلاف القول السائد عند أغلبية العلماء. أغلب المدافعين عن السنة وصحتها، ونحن لا ننكر صحيح بعضها، هؤلاء كل حجتهم أن من نقلوا القرآن هم من نقلوا السنة، لكن هذا القول مردود عليه، لأن القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فسألتك آية كده من كتاب الله قول لي حد صححها أو عدلها. إن كلام الله ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ده بخلاف الحديث تماما، مع إن من نقل القرآن نقل الحديث على كلامكم، لأن الحديث نجد فيه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وحديث متواتر حديث ضعيف، فنجد أنه صحح وعدل، وفيه متواتر وآحاد، وفيه بالمعنى البلدي كده. لا تقارن الكتاب بالسنة ولو أجمع أهل الأرض جميعا على صحة السنة. ثانيا، أن الكتاب مشمول بوعد الله الحق تبارك وتعالى، والذي لا يخلف وعدا. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو مشمول بحفظ الله تعالى بخلاف السنة. فالوعد لم يشمل ما نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا، ولا عن صحابته. ثالثا، أن القرآن اتخذت معه إجراءات صارمة، وأقول هنا صارمة بحفظ الله وبأمر الله. منها جمعه في كتاب واحد بعد موت الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، ومن صدور رجال عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شبهة ولا ريب. بينما السنة ومع أنها كما تدعون أنها من نفس الرجال الذين جمعوا القرآن وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تجمع جمعا واحدا إلا بعد قرنين من الزمان، ولم نعلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاصرين له أنهم بعد موته جمعوا السنة أو جمعوا أحاديث رسول الله. بل الأصح أن أول جمع للسنة في كتاب ينسخ ويطبع كان بعد 3 قرون أو 4 قرون، وحتى الآن لا نهتدي إلى نسخة أصلية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول نسخة عندنا هي صحيحي البخاري ومسلم، جمع فيها ما جمع. البخاري قال بأنه جمع 600,000 حديث، نقل لنا منهم 7,000 حديث وبضع 7,500. أما باقي 600,000 فلا أثر لهم، جمعوا في كتب أخرى ومن جامعين آخرين. لكن حتى لو جمعنا العدد لن نبلغ 600,000 حديث ما كانوا عند البخاري وحده. فالسنة لم تأخذ نفس طريق القرآن في الجمع، حتى وإن كان الرجال نفس الرجال، لكنها لم تأخذ نفس الطريق ونفس التجديد. القرآن جمع في كتاب واحد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة لم تجمع حتى 4 قرون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت موجودة نحن نعترف بوجودها، لكن طريقة جمعها 4 قرون تدخل في الأحاديث ما تدخل، وهو قول منقول. والسنة نقل كلام عن كلام من فلان إلى فلان إلى فلان، ينقل لفظا ومعنى، وربما ينقل لفظا بخلاف المعنى، وربما ينقل المعنى بلفظ من عنده. لذا نجد بعض الأحاديث تتشابه وتختلف في اللفظ، تتشابه في المعنى نفسه لكن اختلاف اللفظ. بعض الأحاديث رويت من أكثر من طريق ثم زيد عليها. النقطة الرابعة
أن كتاب الله مهيمن على ما بين يديه، محفوظ ومهيمن على ما بين يديه، نقل إلينا كتابة ونقل إلينا بالتناقل اللفظي، وهذا التناقل اللفظي أوجد عندنا عدة قراءات له، لكن يبقى المعنى واحد، كمثل قول الحق تبارك وتعالى: وأكله الذئب، تنطق وأكله الديب. هناك اختلاف لفظي لكن المعنى يبقى واحد. وهذه قراءات متواترة أخذت من فم أصحابها رجلا تلو رجل، وقرأت في المساجد وقرأت في كل مكان. فالقرآن نقل لفظيا دون زيادة أو نقصان، فلم تنقص منه آية أو تزيد آية. بينما السنة من يقول بأنها نقلت مثل القرآن الكريم فيها زيادة وفيها نقص، فتجد الحديث نفس الحديث به زيادة في صحيح كذا وصحيح كذا، فنقله فلان بزيادة وذكره فلان بزيادة وذكره فلان بزيادة، فليست كلها واحد. كفاية الأربع أسباب دول عشان أقول قولة حق أن من أعلى السنة على الكتاب فقد أتى باطلا، كما ذهب علماء الباطل كذبوا وزادوا، وأهل البدع أرادوا منافذ لهم رخصة ليمرروا الباطل بين ثنايا الحق، إلا أن الله يأبى إلا أن يتم نوره. يريدون أن يساووا بين الباطل والحق، بين الثابت وغير الثابت، مع أنهم يعلمون علم الحق وعلم اليقين أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا الكتاب لا ريب فيه، بينما السنة فيها ريب. نراهم يتعصبون للسنة أكثر من تعصبهم للقرآن، يدافعون عن السنة أكثر من دفاعهم عن كتاب الله، مع أن كتاب الله هو البين وهو الحق وهو الذي لا ريب فيه، بينما كل كتاب يشك فيه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا سراجا منيرا بمعنى أننا نتقصى سيره وأخباره، لكن تقصي الواعي المهتدي بهدي الله، وليس كل ما جاء عن رسول الله أخذ به، بمعنى أن أحكام الله أنزلت في كتبه السماوية في التوراة والإنجيل، ثم أتى القرآن مصدقا لهما ومهيمنا عليهما. فهنا حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فإنما يأتي به من ثلاثة كتب، لكن أهل الزيغ والباطل يصرون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع شرائع. فمثلا آية الرجم لم تأتي في القرآن لكنها أتت في الإنجيل من قبل، وهكذا حكم بها رسول الله، حكم بما أنزل الله وليس من عنده، إنما الرسول معلم ومرشد سراجا منيرا، لا يحكم إلا بما أنزل الله ولا يحكم إلا بعلم من الله. فالأحاديث النبوية والسيرة هي للاسترشاد، كما يسترشد بالنجم في السماء، فهو استرشاد لتحديد الاتجاه، لتحديد سبيل الله، لتحديد الضرب الذي تسير عليه. هذا هو الاسترشاد برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة وبهداهم فاقتده. إلا أن البعض أخذ من السنة ما يوافق هواه ويثبت ضلاله، وكمثال حديث الفرقة الناجية. عايزك تعمل بحث كده هادي عن حديث الفرقة الناجية، شوف عدد الأحاديث الذي استثنى فيها رسول الله فرقة إلى عدد الأحاديث التي لم يستثنى منها فرقة واحدة. صراحة تلاقي نسبة تخط. فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تفترق أمتي وكلهم في النار، لم يستثني فرقة، والاستثناء جاء زيادة، لكن أهل الباطل أخذوا بالزيادة وتركوا الحديث الأصلي ليقول كل فريق أننا الفرقة الناجية. فهؤلاء إنما هم إناسا نسوا الاعتصام بحبل الله واعتصموا بسنة رسول الله، وليتهم اعتصموا بما صح، لكنهم اعتصموا بما يخالف. يعلمون حقا أنهم يتبعون الباطل، فآيات الحق تتلى عليهم وتنبئهم بما في صدورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق ربي. سبحانك اللهم وبحمدك لا شريك لك.